السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة لافوانيت. أهلا بكم من جديد إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. أخيرا تم إطلاق سراح بارتلمي دياس وعثمان سونكو ومالك جاكو، وقد تم اعتقال الآخرين لتكاتفهما مع بارتلمي دياس الذي تورط في قضية وفاة جوجو جوف عام 2011. ملف ذو دلالات سياسية بحسب المعارضة ما دفعها إلى الدعوة إلى التعبئة لمواجهة هذا الانقلاب، وستكون نظيرتها بنو بوكياكا في الشوارع أيضا لمواجهة هذا التمرد. وبحسب المعارضة استدعاء بارتلمي دياس هذا إنما هو لأجل ترشحه لمدينة دكار ليس إلا، وتعتقد أن هناك مخاطرة في إلغاء ترشيح مرشحهم، وقد تم تأجيل محاكمة السياسي بارتلمي دياس حتى 1 ديسمبر المقبل. ويستنكر المعارض السنغالي تيرنو بوكوم اعتقال الزعماء الثلاثة قائلا: نستنكر اعتقال سونكو وبارتلمي دياس ومالك جاكو ونطالب بإطلاق سراحهم فورا. يجب على وكالات إنفاذ القانون فقط استخدام القوة المميتة في ظروف استثنائية. هذه مساهمة من الدكتور محمد جالو رئيس حزب إيرفي الذي ينتقد موقف وكالات إنفاذ القانون. ويضيف على السلطات السنغالية أن توقف فورا الاعتقالات التعسفية للمعارضين والناشطين، وأن تحترم حرية التعبير وتضمن سلامة المواطنين. بارتلمي دياس يصف الراحل جوجو جوف باسم البلطجية، والأب الحزين يقوم بحملة للتخلص من هذا الملف الذي طال أمله. قتل جوجو جوف في عام 2011 وجادل ابن رئيس بلدية مرموز وهو المتهم الرئيسي بعد 10 سنوات. لا تزال القضية معلقة، وهذا ما يأسف له والد الضحية الذي يريد طي هذه الصفحة المؤلمة بسرعة، بعيدا عن فكرة الطمع بغرامة مالية مفترضة. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله